السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صباغه رائعه كتعطي لون رائع بحال هذا اللون اللي كتشوفوا معايا البنات في الصوره. كتعطي لون بني مفتوح، واحد يعني مفتوح شويه، كتعطي واحد اللون رائع، يعني كيف ما كتشوفوا معايا بالضبط في الصوره. رائعه رائعه هاد الصباغه البنات، جربوا الوصفه. يعني الوصفة ماشي طبيعية ل100%، ونفس الوقت ماشي مضرة البنات بالشعر. وصفة هائلة كتعطي نتيجة زوينة بزاف، جربوها غادي تعجبكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق، واللي اول مره تشوفني مرحبا بك اختي، اشتركي في القناه باش يوصلك دائما الجديد. بزاف ان شاء الله ديال الوصفات وديال الماسكات اللي مرطبه للشعر وتقويه الشعر. بزاف الوصفات اللي خاصه بالشعر البنات. تابعوا معايا الفيديو حتى الآخر. وهنا بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي ناخد الإناء اللي غادي نخلط فيه البنات. أول حاجة عندي معلقة كبيرة ديال الصابون البلدي المعروف، يعني صابون البلدي اللي يستعملوه المغربيات جميعا. غادي ناخد معلقة كبيرة البنات كيف ما شفتوا معايا. هنا غادي نزيد معلقة ديال الكركم اللي مطحون على اليد، تعطي واحد اللون رائع، كيعطي واحد اللون زوين بزاف، يعني واحد اللون رائع. كيف ما شفتوا معايا البنات. وهنا غادي نزيد معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، ممكن نعوضوها حتى بالقهوة العربية العادية مطحونة. المهم هنا غادي نعمر معلقة تكون كبيرة. وصفة رائعة البنات، جربوها غادي يعطيكم واحد النتيجة زوينة بزاف، وفي نفس الوقت راه ماشي مضرة البنات. هنا غادي ناخذ واحد الحبة وحدة ديال البيض. وبصراحة هنا البنات من بعد ما خلطت الوصفة بانت ليا الوصفة ما غاديش تقدني، يعني ما شاء الله الشعر الا كان طويل وهذا ما غاديش تقد بيضة وحدة. يعني نتوما اللي عندكم الشعر يعني قوي وطويل غادي ديروا 2 الحبات ديال البيض. انا حتى خلطت الوصفه البنات كما قلت لكم وبانت لي ما عادش تقدني الوصفه، وزدت بيضه تانية. يعني في المجموع الا شعرك طويل هكا غادي دير جوج ديال البيضات. غادي ناخذ شي فرشيطه البنات من الاحسن، وغادي نخلط مزيان هاد البيض والقهوه والكركم والصابون، صابون بلدي. غادي نخلط مزيان هكا حتى يتجانس هذاك المكونات وتذوب هذيك القهوه. بحال هكا البنات. المهم نخلطها مزيان حتى تخلط. كما قلت لكم البنات جربوا هذه الوصفه تعطيكم نتيجه رائعه رائعه بزاف، نتيجه رائعه وسريعه يعني في نفس الوقت. صافي كنبقى كنطرب مزيان هنايا حتى كتخلط ليا هذيك القهوه كتذوب هذيك القهوه، وهذاك الصابون حتى هو يذوب. كما كتشوفوا معايا البنات. هنايا البنات عندي زيت الكوك. بالنسبه اللي ما عندهش زيت الكوك ممكن ديري زيت الزيتون اولا زيت اللوز، يعني الزيت اللي توفر لك اللي كديريه لشعرك غادي ديريه. هنايا كان عندي في الثلاجه ذوبت واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الكوك. صافي غادي نخلط الكل. وإلا كان البنات زيت الزيتون تيكون كتعطي نتيجه اسرع. ما كانش زيت الزيتون وزيت الكوك غادي نديرو زيت اللوز. يعني كيف ما قلت لكم الزيت اللي توفرات هكا اللي كترطبوا بها الشعر ديالكم غادي ديروا منها 3 ديال المعالق. صافي البنات غادي نزيد البنات هاد الديكاباج اولا كل واحد وكيفاش كيسميه.
اولا الاكسجين. المهم كل واحد وكيفاش كيسميه، عنده بزاف ديال السميات. النمره 9. انا هنا البنات غادي ندير النص ديال القرع، ما بغيتش ندير هاد العبوه هادي كامله، غادي ندير النص ديالها اولا تقريبا 2 ديال المعالق كبار. صافي البنات كما الا كي تيبان لكم البنات، الا بان لكم مزيان راه درت نص، يعني ما درتهاش كامله البنات، حيت انا كندير وصفات طبيعيه، كندير الحنه. ما بغيتش نديرها كامله، بغيت هاد الوصفه نديرها يعني نقسمها على 2 المرات. غادي ندير هذه في الاول، وغادي نزيد في المره الثانيه. نتوما الا ما كانش عندكم مشكل يعني في هذا المكون هذا، وبغيتو ديروها ديك القرعه بغيتو ديروها كامله، ديروها كامله. وملي كديروها كامله البنات كيبقى الوقت، يعني كتنقصوا من الكميه الوقت. بحال دابا هاد الوصفه هذه غادي نديروها على الشعر ديالنا، ونخليوها تقريبا واحد 5 سوايع حتى ل6 ديال السوايع، لان فيها غير مواد طبيعيه. وهاد المكونات البنات انا درت غير النص من القرع، يعني غادي نخليوها على الشعر ديالنا هكا 5 سوايع حتى ل6 سوايع. وانتم كتراقبوا اللون راه كيبان لكم. الا درتوا القرعه البنات كامله غادي ديروا غير المهم واحد ساعتين هكاك، ساعه ونص حتى لساعتين، راه غادي يبان لكم وصل الشعر ديالكم للون اللي نتوما باغيين. انا غير بغيت نديرها بالتدريج، يعني ما بغيتش ندير القرعه كامله في مره واحده، بغيت نديرها هكا بالتدريج. غادي ندير هاد الصباغه في الاول اللي شفتوا معايا، ومن بعد ما دوز واحد 4 الايام ولا 5 الايام غادي نعاودها. ملي نعاودها البنات غادي تعطيني نفس هذاك اللون اللي شفتوا معايا في التصويره. وصفه راه زوينه البنات ومجربه، جربتها قبل ما نشاركها معكم. غير كيف ما قلت لكم، الا كنتو بغيتو ديروا العلبه كامله، هذاك الاكسجين بغيتي ديروه كامل، غادي ديروا غير واحد ساعه ونص حتى ساعتين اللي غادي تخليوها في شعركم. الا درتو غير النص ديالها، يعني 2 المعالق كبار، غادي تخليو 4 سوايع حتى 5 سوايع على حسب وعلى حسب عاود اللون ديال شعرك. واذا كان شعرك مغلوق راه غادي تخليها اكثر، الا كان اللون ديال شعرك مفتوح غادي تخليها اقل. يعني انا الشعر ديالي كنت كندير الوصفات وهذا طبيعيا، يعني الشعر ديالي مفتوح. عطاتني واحد النتيجه من اول استعمال، ومن تاني استعمال تتبان لك واحد النتيجه واضحه وزوينه بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى تجربوا الوصفه، راه وصفه رائعه، وفي نفس الوقت ما كتخرج ليناش على الشعر ديالنا، وكتعطينا واحد اللون زوين. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق وبارطاج هكا مع الاهل والاحباب، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. ان شاء الله بزاف الوصفات ديال ترطيب الشعر والتقويه وتطوير الشعر، بزاف ديال الوصفات ان شاء الله في الفيديو الجاي.